قاعدة ال25 دقيقة أو البومودورو، القاعدة دي أنا بدأت أستخدمها مؤخرًا وفعاليتها ممتازة جدًا، ما كنتش باستخدمها الأول لإني كنت مثبتة مواعيد النوم والصحيان من 22:00 ل5:00 ص، فما كنتش بانضغط أوي، لكن الفترة الأخيرة مواعيد شغلي زادت فبقيت أخلّص على 01:00 مثلًا فباصحى متأخر، من هنا بدأت أستخدم قاعدة ال25 دقيقة أو اللي هي البومودورو من غير ما أدرسها أو أعرف استخدامها إيه، فلقيت إن حتى لو صاحية متأخر واليوم مضغوط معايا جدًا وأنا حتى مش محضرة plan من اليوم اللي قبله، فباقدر من خلالها أنجز كل اللي ورايا، أدي كورسات، أتواصل مع العملا، أسجل، أعمل مونتاج، أذاكر لغة، أجمع داتا، أصور الفيديوز اللي انتوا بتشوفوها دلوقتي ومن غير ما أحس بأي ضغط. أنا بستخدم برنامج اسمه to do list، ببدأ أحدد التاسكس اللي عليا بحيث إن كل تاسك منها ياخد 25 دقيقة، بعدها 5 دقايق بريك وهكذا، 25 دقيقة شغل بعدها 5 دقايق بريك، وبعد كذا تاسك أبدأ إن أنا آخد بريك أطول، ولو في تاسك محتاجة أكتر من 25 دقيقة يبقى هحطه مرتين في البلان. الفايدة الكبيرة للنظام ده إنه بينجز معايا جدا تحت أي ضغط، ما بقتش بتعامل مع الساعتين إنهم يدوب ألحق أنجز فيهم تاسك واحد، بالنسبة لي الساعتين دول أقدر أنجز فيهم 4 تاسكات وبنتيجة ممتازة جدا. الأول لما كنت أصحى متأخر فمواعيدي تبوظ فحس إن اليوم كله بقى مضغوط فيقفل معايا وملحقش أنجز أي حاجة ولا أقدر أمشي على البلان اللي كنت حطاها، لكن دلوقتي باخد كفايتي في النوم وبنجز كتير في شغلي ومن غير ما أحس بضغط كبير.